الشخص اللي معتقده ان لكل مجتهد نصيب، اوعى تغير معتقدك مهما تأخر الفتح والفرج عليك وانت مجتهد. الشخص الطيب، طيبتك دي سر كرم كتير انت شايفه في حياتك، حتى لو في انسان ما قدرش طيبتك. فحافظ على هذه المعتقدات لان هي اللي بتحميك، وما تخليش الايام تغير لك افكارك الجميلة ومعتقداتك السليمة. فاللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، واحفظ نعمتك علينا من الزوال، واحفظنا من الشقاء في الوصول لأرزاقنا. وبركة بيكم يا احلى اخوات. النهارده الفيديو ده كلته نشاط وكلته حيويه. طبعا انتوا عارفين ان احنا بنجهز دلوقتي عشان الشتاء. احنا طبعا لسه ما فيش شتاء عندنا نهائي، احنا في ايام الشتاء بس حاليا. ما فيهاش شتاء كفر الشيخ، يعني كفر الشيخ ما فيهاش شتاء. انتوا لو عندكم شتاء قولوا لنا بقى. احنا لسه ما فيش عندنا شتاء. انا نفسي بس الفيديو ده يجيب مشاهده ويجيب لايكات كده على قد تعبي فيه والله العظيم. انا يعني هبقى راضيه بيه، يعني المشاهده اللي هتجيلي هبقى راضيه بيه عشان بجد انا تعبت في الفيديو ده جدا. انتوا طبعا عارفين التصوير بيتعب، وبالذات اما بتكون انت اللي بتصوري على نفسك وكل شويه طالعه من على السلم نازله من على السلم، ده الكاميرا قفلت، ده الكاميرا مفتوحه. بيبقى متعب جدا. ان شاء الله ربنا هيرضيني على قد تعبي. طول ما انا شغاله والله العظيم يا بنات بقول يا رب راضيني على قد تعبي وقويني. ما بطلبش حاجه من ربنا اكتر من كده. طول ما انا شغاله اقول يا رب اديني الصحه وراضيني على قد تعبي. طبعا زي ما انتم شايفين كده احنا بجد ستات البيوت دول الله يعينهم ويقويهم. بنتعب 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 بمعنى الكلمه. والله العظيم يا بنات ربنا يعيننا ويقوينا فعلا. على رأي دعاء صاحبتي احنا يتعمل لنا شابوه يا بنتي والله، من كتر التعب اللي بنشوفه. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا اسفه ان انا بتاخر عليكم بالفيديوهات، بس والله غصب عني. الحمد لله وبفضل الله كان عندي تسليم اوردرات، يعني الكيك والكيك الكوري ده. فما كنتش فاضيه خالص ان انا اصور اي حاجه. وكان لازم اللي انا اصلا يعني الخطوه اللي انا عملتها دي كان لازم اعملها اصلا من زمان. عشان خلاص يعني ممكن في اي وقت الدنيا تشتي. واصلا بقى السيراميك ساقع جدا، يعني اللي انت اصلا ما تعرفيش تمشي عليه حافيه. لازم تكوني لابسة شبشب في رجليكم أعزكم الله يعني. لازم نكونوا لابسين يعني حاجة في رجلنا أو شراب أو أي حاجة عشان بتبقى الأرض تلج. فأنا قلت لا ما بداش بقى كده، يلا يا بنتي يا خوخة قومي تشجعي وتحمصي كده زي ما بيقولوا. تحمصي أيوة عندنا سوداني. نتشجع كده ونعمل فيديو قوي مع بعض. ما تنسوش طبعا تعملوا لأختكم خوخة اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم إيه مني كل ما هو جديد. طبعا أنا عايزة بس الفيديو ده والله العظيم يا رب راضيني فيه على قد تعبي وعلى قد مجهودي اللي أنا عملته في الفيديو ده. طبعًا أنتم شايفين الفيديو ما بيكمّلش ربع ساعة، بس في الحقيقة بياخد له ييجي 3، 4 ساعات. يعني الحمد لله. شايفين هنا الجميلة بتاعتنا اللي منوّرانا دي كانوا 3، 2 ماتوا وفاضل دي. يا دوبك جايين امبارح، يعني النهارده تاني يوم ليهم. طبعًا عشان هُم ما فيش جهاز تنفُّس وكده ليهم فبيموتوا. زي ما أنتم شايفين كده يا حبايب خوخة بقى هابدأ أنضّف كل حاجة في قلب الصالة. شُفتوا المدعكة اللي إحنا كنا عاملينها في الرُكنة، اللي خلّيناها بعد المدعكة على ري أم خلود فُلّة شمعة منوّرة، ده أكتر بقى، ده عملنا النجف وعملنا الشبابيك. طبعًا زي ما أنتم شايفين أنا أصلًا باروّق الصبح وعيالي داخلين من المدرسة أهُم. كانت الساعة كام يا خلود؟ كانت الساعة 11:15. يرضي مين ده؟ ما يرضيش حد. ليه؟ بيروحوا إمتى وبييجوا إمتى؟ بيروحوا الساعة 6:30، 7:15 بكتير وبيبقوا هناك. وييجوا لي إمتى؟ ييجوا لي الساعة 11:15. لأ، أنا مش عايزة كده، أنا عايزاهم يروحوا 7 وييجوا لي الساعة 14:00. أنا ما بالحقش أرتاح. ما بالحقش أرتاح من المناحية والله. هم طبعًا ربنا يخليهم لي ويبارك فيهم، بس أنا بابقى عايزة أرتاح شوية يا جماعة، آخد هدنة. هدنة كده يعني مش من ترويق لمناحية. يا جماعة والله أنا ليّا أنا بني آدمة يا جماعة والله هاعيط. والله هاعيط. أنا باتعب والله يا جماعة، والله العظيم باتعب. طبعًا زي ما أنتم شايفين كده قُلت لازم أخلّص شقتي كلّها النهارده، ما اخلّيش فيها أي حاجة خالص عشان يبقى ما عادليش إلا المطبخ. بس المطبخ مش هاعمله بُكرة عشان أنا بُكرة إن شاء الله عندي أوردرات وكده هتتسلّم. فبعد ما أخلّص الأوردرات وأودّيها لأصحابها، هابدأ كده أقول إيه الدعاء بتاعنا: اللهم اخرجني من حولي وقوتي وادخلني في حولك وقوتك يا ذو القوات المتين. ونبدأ نخش على المدعكة بتاعة المطبخ. طبعًا عايزين ننظّم كل حاجة بقى، ونعبّي الدقيق ونعبّي الرز ونعبّي الردة ونعبّي كل حاجة، عشان كل حاجة عندي متكركبة أصلًا في المطبخ. وتحت الحوض بقت المنظفات مش
يعني كل حاجة محطوطة في حتة، وعايزين نقطّع السلك ونعينه، يعني إيه عايزين نبقى إيه عاملين الشقة كده شقة عروسة، كل حاجة منسّقة وكل حاجة مترتبة. طبعًا زي ما أنتم شايفين إيدي زي ما أنا باقول لكم دايمًا إيدي رايحة جاية على الحاجة، أهو. وقال إيه بيقولوا على البت خوخة مش نضيفة، أمّا أنا مش نضيفة أنتِ إيه يا أمورة، أنتِ إيه يا جميلة، أنتِ أكيد عندِك خدامة فلبينية، أكيد والله ما بتتعبيش، أنتِ أمّا بتيجي بالليل كده وتقولي آه يا ضهري ما كنتيش قُلتِ كلمة زي دي، والله العظيم ما كنت قُلتيها أبدًا، بس أنتِ ما بتقوليش آه يا ضهري، إحنا بس اللي بنقول آه يا ضهري، أصل إحنا غلابة، الغلابة هم اللي بيبقوا حاسين بالشقة وحاسين بالمرمطة دي كلّها، وهم دلوقتي يعني هيشوفوا الفيديو ده وهم اللي هيقدّروا التعب اللي أنا عملته، اللي هم زي حالاتي اللي إيديهم شقيانة، اللي طول النهار واقفين شقيانين تحت عيالهم وفي مطبخهم، إحنا والله لينا الجنة، فعلًا الجنة تحت أقدام الأمهات. طبعًا يا حبايب خوخة مسكت بقى الستارة بتاعتي نضّفتها ونزّلت وقُلت هاغسلها بقى بالمرّة ما أنا لازم أخلّي الشقة كلّها إيه بتضوي يا ولاد، وقُمت بقى جايبة إيه، جايبة قماشة مبلولة حاطة فيها Arial وكلور ألوان، أنا جيت أفُكّها ما عرفتش أفُكّها، فقُلت أنا هاسيبها متطربة كده أنا مش عاجباني منظرها كده مش لطيف كده، قُمت جايبة القماشة ديّة وقُمت بدأت بقى إيه، اللي أنا أفضل أمسح رايح جاي بيها كده لحد ما خلّيت التراب اللي فيها كلّه راح. بسم الله ما شاء الله يعني عليَّ، اللهم بارك خلّيتها جميلة جدًا، وقُمت بقى بعدها نازلة على البوفيه ماسكاه من فوق برضه كده منضّفاه، وقُمت ماسكاه برضه الإزاز بتاعه منضّفاه، وقُمت جايبة ورقة بيضا وقُمت إيه منضّفاه ومخلّياه فُلّة شمعة منوّرة، حتى الآية القرآنية اللي كانت على الحيطة نزّلتها برضه عشان تتغسل معايا، طبعًا أنا مش عارفة أسجّل فيه بتاع ناس برّه في الشارع، فأنتم إيه سامحونا على الوَش اللي هُم عاملينه برّه ده. وقُمت برضه ماسكة الآية القرآنية دي منزّلاها وقُلت إيه، أنا هاغسل بقى الحاجات دي كلّها، بس أنا لقيت الفيديو فعلًا هيطول عليكم، خلّيت الغسيل والحاجات التانية دي في فيديو لوحده. طبعًا زي ما أنتم شايفين كده يا حباب خوخة، هابدأ بقى اللي أنا أشيل كل حاجة في الصالة بمعنى الكلمة حرفيًا، يعني مش هاخلّي فيها حاجة نهائي. ليه يا خوخة أنتِ هتعزّلي والّا إيه؟ لأ مش هنعزّل ولا حاجة يا بنات، بس هنفرش فرشة بقى جديدة وهنرتّب الدنيا، هتحسّوا فعلًا كده إيه، بالنشاط كده والتغيير، يعني هتشمّوا ريحة النضافة معايا، ريحة النضافة والله باحبها أوي، أنتم عارفين إن ريحة التراب ده أمّا بابقى شغّالة في التراب بيخنقني، بس بعد ما بافرش بقى وأعطّر وكده، باحس فعلًا اللي تعبي كلّه راح بعد الfinish الأخير ده. هنا برضه مسكت الشباك بتاعي، هتقولوا لي طَب أنتِ ما غسلتيش الستارتين دول برضه ليه يا خوخة؟ الستاير دي يا حبايب قلبي أنا كنت غاسلاها وما فيهاش حاجة يعني نضيفة، عشان كده ما رضيتش أفُكّهم، أُمّال اللي هي عند الطرقة هي اللي معكوكة على طول، يعني عشان داخلين من المطبخ طالعين من الحمام أعزكم الله، فإيديهم دايمًا لامسة الستارة دي، فهي معكوكة، أُمّال دي عند السفرة مقفولة ما حدش بييجي يمّها أصلًا. شايفين هنا وربنا يستر كنت هاقع من على السلم ده بدل مرّة كذا مرّة والله. عشان مش متضبّط من تحت، يعني بيبقى الرجول كده فيها بلاستيك، في واحدة متاكلة وواحدة مش متاكلة، فالحمد لله ربنا ستر والمهم عدّت على خير. هنا جِبت برضه مَيّة بكلور ألوان بالبرسيل الجل الأريال الجل ده، وبابدأ بامسك الشبابيك بتاعتي كده زي ما أنتم شايفين، يمين في شمال وشمال في يمين، باخلّيها إيه يا ولاد تضوي، وكل شوية قاعدة أتفرّج على المسقط. يعني باقول سبحان الله أنا ما بافتحوش نهائي، ولا باشوف إيه اللي في المسقط ده. طبعًا ما فيهوش إلا شوية عنكبوت كده، هبّيته برضه ونضّفته ما خليتش فيه أي حاجة، عشان طبعًا ما يعملش تاني إيه، على الشبابيك بتاعتي، وهاقوم ماسكة الشباك بقى بتاعي كده يا بنات ماسكاه منضّفاه ما اخلّيش فيه أي حاجة، وأي حاجة قديمة عندِك ما أنتيش محتاجاها عباية، طرحة، أي حاجة أنتِ مستغنية عنها ممكن تجيبيها كده وتحطيها تحت حلق الشباك عشان طبعًا ما يدخّلش تيار هوا، ما يدخّلش تراب، طبعًا أنتم عارفين في أيام الشتا بيبقى في سرسوب هوا كده داخل، الله المستعان منه يا ولاد إيه بيبقى بيلسوح كده لو طالق. هنا بقى زي ما أنتم شايفين ضغطت جامد على الشباك أهو، وقُمت قافلاها ومرجعة بقى الستارة كده مكانها، يعني الحمد لله وبفضل الله رجّعت كل حاجة فُلّة يا بنات. وهنا برضه قُلت لأ هو أنا كده هاسيب التلاجة كده لوحدها، التلاجة والنيش وكل حاجة في الصالة عملتها، عملت فوق النيش وعملت بس ما عملتش النيش من جوّه بأمانة يعني، النيش من جوّه ما نزّلتوش ولا جيت يمّه، بس أنا من فوق شِلت القماشة اللي عليه كان عليه قماشة اللي أنا لو أنتم فاكرين في الفيديوهات بتاعة تجهيزات العيد، كنا حاطين عليه فرشة من فوق، قُمت شايلاها منفّضاها وحاطاها تاني.
وهنا برضو التلاجة بتاعتي مسكتها نضفتها كده ما خليتش فيها اي حاجة من جميع الاتجاهات. قلت لها لا انا لا انت النهارده. طبعا هي مترتبه من جوه فما عملتش فيها اي حاجه. كل اللي انا بعمله ده مصورها لكم اهو يا حبايب قلب خوخه. ما تنسوش بقى تختكوا خوخه حبيبتكم باللايك وبالاشتراك عشان ايه؟ تحس كده اللي فعلا اللي مجهودها مش رايح على الارض. يا رب بحقة الأذان اللي بيأذن ده يا رب راضيني وارضى عني. اللهم آمين يا رب العالمين. أنا وكل اللي زيي يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب خوخة هبدأ برضو أشيل المفارش اللي على السفرة. والمفرش ده برضو هغسله وهغسل مفارش البار. كل حاجة كل حاجة كل حاجة ايه هننضفها. طبعا زي ما انتم شايفين اهوت كمية تراب بقت من تنفيض الشباك وكده. كانت مبهدلة السفرة. قلت لا بس مش على خوخ. انا هخليها ايه تضوي يا بنات. يا رب الفيديو بتاعي يقترح يا رب. يا رب الفيديو بتاعي يطلع مقترح يا رب. واتشهر كده يا رب. وعشان ايه؟ انت لوحدك اللي عالم انا نفسي اعمل ايه. يا رب انت والله العظيم لوحدك اللي عالم انا نفسي اعمل ايه. ان شاء الله ربنا هيرضيني عشان انا نيتي خير بامر الله. إيه الله اكبر الله اكبر. طبعا زي ما انتم شايفين يا حبيب خوخ اهوت حتى الازاز بتاع السفرة شيلته. الله اكبر الله اكبر. انا عايزاكوا بقى يا حبايب خوخة انتوا اللي تقيموا الفيديو ده وتقولوا ياخد كام من كام وانا راضية بيكم. يعني انا راضية بالحكم اللي انتوا هتقولوه عليا. طبعا زي ما انتم شايفين اهوت يا حبايب قلبي شلت كل حاجة زي ما قلت لكم. حتى اللوح الازاز بتاع السفرة الحمد لله شلته لوحده وما حصلوش حاجة. وكنت ايه يعني قلت القرآن كله لحد ما شلته ودخلته. خفت اللي هو يتكسر مني. كان في نفس الوقت هزعل عليه وفي نفس الوقت برضو هيبهدل لي الدنيا. شيل وحط ولم ازاز. فالحمد لله ربنا سترها والموضوع عدى على خير. طبعا زي ما انتم شايفين اهو حتى برضو الكراسي السفرة نضفتها ما خليتش فيها اي حاجة. إيه وهنعمل بقى ايه هنحط السجادتين جنب بعض. وعايزاكم انتوا بقى تحكموا هما شكلهم حلو ولا شكلهم وحش. يعني هو الشكل ده شكله حلو ولا شكله وحش. لو وحش قولولي برضو وانا هغيره. طبعا زي ما انتم شايفين اهو يا حبايب قلبي هشيل بقى ايه السجاد بتاعي اللي انا فرشاه ده. انا مش محتاجاه دلوقتي. يعني انا هشيله عشان طبعا ده هيتعان عشان الصيف وكده. طبعا عشان ايه السيراميك كله باين. انت هتعينيه كده يا خوخه. لا انا بغسله وبنشره على طول. يعني مش اللي انا هركنه. وممكن اركنه برضو قبل على نهاية الشتاء اقوم غسلاه. ودلوقتي اصلا الجو عندنا حلو. الجو عندنا هنا حلو اهوت. يعني ممكن لو عملتهم ينشفوا. بصوا بقى يا حبايب خوخة زي ما انتم شايفين كده ايدينا ماشية على كل حاجة. حتى النيش مسحته. ومش هقول لكم ان انا مسحته من جوه. لا انا مسحته من بره كده زي ما انتم شايفين. ما خليتش اصلا في الصالة اي حاجة فيها تراب. يعني الحمد لله نضفتها كويس جدا ما خليتش فيها اي حاجة. عايزاكم بقى تشجعوني كده بلايكات كتير وبكومنتات حلوة كده عشان ايه اطور من نفسي واصور لكم فيديوهات احلى واحلى. هنا طبعا زي ما انتم شايفين بعد ما مسحت خالص الموبيليا ونضفتها ما خليتش فيها اي حاجة. قمت جايبة بقى ايه المكنسة بتاعتي وهبدأ انضف بقى كل حاجة من تحت التلاجة ومن تحت النيش. هخلي الدنيا كلها يا بنات بتضوي زي ما انتم شايفين. طبعا زي ما انتم متعودين عن خوخة الشطورة اللي الحاجة بتبقى ايه تحفة معايا بإذن الله. اهو شايفين زي ما انتم شايفين كده طلعت كمية تراب. انا ما اعرفش التراب ده كله كان كان جاي منين او انا بروق ربع ترويقة ولا ايه. بجد كان تحت النيش تراب كتير جدا. عشان اصلا السفرة بتبقى ايه مركونة يمه. يعني السفرة بتبقى صعبة في الشيل والحط. فانا بقوم كنسة حوالين السفرة بامانة وما بعرفش اجيب اللي تحت ايه النيش. هنا بقى قلت بما ان الفرشة متشالة هنضف برضو التلاجة من الظهر كده. وطلعت منها كمية تراب من جوه. ما اعرفش كان بيعمل ايه جوه. كان بيلعب معاها ولا ايه. بس انا يعني هي مفصولة. وكنت بطلع التراب وخايفة. يعني هي الفيشة متشالة اصلا. وانا كنت بطلع التراب منها وخايفة والله العظيم يا بنات. طبعا زي ما انتم شايفين اهو يا حبايب قلب خوخة. هكنس بقى كل التراب ده وهلمه. احطه بقى في الزبالة بتاعته وهنقوم خطوة الانتعاش بقى والباور والراحة النفسية اللي انا بحبها. المية بالصابون. بحب قوي اللعب في المية بالصابون. يعني اكتر من العيال الصغيرة. طبعا زي ما انتم شايفين كده اهوت بالمقشه بقى رايح جاي كده رايح جاي. ما بخليش حاجه خالص في الارضيه والخطوط اللي بتبقى ما بين السيراميك وبعضه ده. بتكه جامد عليها كده بالمقشه عشان ايه
تنضف معايا لو فيها تراب أو حاجة. هنا طبعًا قُلت عشان ما أكركبش الدنيا حواليّا وأبهدل الدنيا، هانضّف تحت التلاجة وأرجّعها مكانها وأرجع أكمّل بقية الصالة. يعني هنا قُمت منضّفة الأول كده تحت التلاجة، ما خلّيتش فيها أي حاجة خالص بالحيطة، بالأرضية، بكل حاجة، وباقوم بقى واخدة التلاجة مرجّعاها تاني مكانها، وهارجع أكمّل الصالة برضه بنفس الخطوات دي، اللي أنا أكنسها كويس جدًا بالمقشة بالمَيّة بالصابون. أنا حاطة كلور ألوان وبرسيل جل، يعني الحلقة كلّها النهارده عبارة عن كلور ألوان وأريال جل. باحب ريحة الأريال أوي اللي هو باللافندر ده، بيخلّي ريحة الشقة كده جميلة أصلًا، فعلًا بتحسّي بريحة نضافة، بريحة اللي أنتِ عملتِ حاجة، يعني ريحة الأريال ده مع التنضيفات بقى بتحسّي فعلًا إن أنتِ نضّفتِ البيت وخلّيتيه حلو أوي. هنا زي ما أنتم شايفين أهو يا بنات بعد ما عملتها بالفرشة بالمقشة ما خلّيتش فيها حاجة خالص، وبالمساحة بقى سحبت المَيّة دي كلّها وعلى الحمام، دخّلت المَيّة دي كلّها على الحمام أعزكم الله، ما خلّيتش يعني الصالة فيها أي حاجة، وبالشرشوبة برضه وهابدأ اللي أنا أنشّفها كويس جدًا عشان ألحق ألِم الليلة بتاعتي دي قبل جوزي ما ييجي، عشان هو ما بيحبش الدربكة دي، يقعد يقول لي: "أنتِ واحدة فاضية وهتموتي والمقشة في إيديكِ." طَب أنا ذنبي إيه؟ وأنا واحدة باحب النضافة. أهو زي ما أنتم شايفين كده نشفتها بسرعة، بسرعة، وهنا باقول لكم أنا جبت السجادتين اللي شبه بعض اللي هُم كان عندي، اللي أنا جايبة واحدة للرُكنة وواحدة للصالة عشان يبقى طقم كده. هنا بقى قُمت فارشاهم الاتنين جنب بعض كده، عايزاكم بقى تقولوا لي شكلهم حلو والّا لأ، عشان لو شكلهم مش حلو ممكن أحط عليهم من فوق الcover بتاع السجادة، أو أدخّلهم هُم الرُكنة وأحط الcover اللي في الرُكنة في الصالة. فأنتم قولوا لي بقت شكلها كده حلو والّا لأ؟ أنا حاساها كده يعني الألوان ماشية شوية مع بعضها. أنا عندي السُفرة أنا لسه واخدة بالي منها دلوقتي، اللي ملوِّن السُفرة أصلًا عاملها غامقة يعني مش زي درجة النيش. أنا ما أعرفش والله كان مُخّهم فين ساعتها، هُم شكلهم كانوا بيحبّوا يفنّنوا أو يطلّعوا حاجة جديدة فقاموا عاملينها في بغتة. هنا بقى قُمت حاطة بقى المفرش ده حطيته وقُمت حاطة فوقه اللوح الإزاز، يعني ما حطيتش ال المفرش كده فوقه على طول، وطبعًا زي ما أنا قايلة لكم ده مش مفرش ده شال شتوي، فأنا قُلت أحطه كده يبقى في تغيير. هنا بقت أهم لحظة باحبها. الfinish الأخير مع الديكورات الأخيرة اللي بنعملها، شايفين السمكة بتاعتنا غيّرنا لها المَيّة وحطيناها في العلبة دي، وهنا شكل الصالة، أتمنى يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، ويكون كده فيديو خفيف على قلبكم، أشوفكم في حفظ الله، مع ألف سلامة يا أحلى أخوات وأحلى أصحاب في الدنيا